شنو ذاك جاي علينا؟ ولك هاي شكو. لك انت كنت ادور عليك بالسما ولقيتك بالقاع. علي وين كنت تدور؟ ايه يا خلف، شوف ربك من يريد يسوي شيء يسويه. بالسلم، حتى الدرونات تعرفه بزيادان. هو انت منو وشنو غير نعرف؟ خلف، جريمة انت هيك تموت بسهولة بطلقة لو بقنبلة. انت المفروض تموت رميا بالالعان. يا سيدي فضل عاد وفجر الدرون علينا وقتلنا. وش علينا احنا؟ هو مبين عداوته وياك بس. عندكم خيارين، لو افجر الدرون عليكم هنا واوذركم توذر، لو تقومون تمشون والدرون فوق روسكم. وين نمشي يعني؟ انا راح اوجهكم واجيبكم يمي. يمك وين؟ او زيدان شو مسوي من فاينه هالمره؟ بحيث هذا الاوكراني هيش ناوي عليك. يا معود مو اوكراني، مبين عراقي وعنده ثار قديم وياي. والله ما شفت واحد ماضي اسود بقدك، يوميا طالع لك واحد انت داق بيه الناقصه ويريد ينتقم منك. هو انت تمشي عدل وتصير انسان ناجح يكثرون اعدائك، هاي قاعده. وانت بشنو ناجح بالضبط؟ بكثره الخلفه؟ اقول لك خالي، هاي شو تريد؟ انت شو انت مسوي بحياتك؟ والله قلبك طياره. قلب الطياره شلون؟ مو هسه انت صاير طياره ودا تطير فوق روسنا وتسولف ويانا. ولك هذا درون واني بشر مثلكم وبس دا اتحكم بيه. اها فهمت، يعني انت بشر صغير ونصاعد بيه مو؟ بوع قدامك وامشي عدل ولا ظل تمثل. قواك الله خالي، هذا احنا جينا. تفلى هلا ولا مرحبا. لا زغرم بيك، ما عرفتك يا انت. ولك خليف، عرفتني؟ والله خشمك مو غريب علي. لكاني بشير الاسير ابو القياره. طلعوا جماعتك ما يعرفوني، معناته حاكي لهم عن بطولاتك بالخباثه مو؟ لا، وحكيت لهم شلون اخذوك اسير وشلون تمنيت ياخذوني وما ياخذونك، ومن قد ما كنت احبك هاي قنصتك لليوم لابسها. خلي ولا ولك، انت بقت قنصتي وما بلغتني بامر الانسحاب وعفتني واحد يوسروني. شنو عبالك غشيماني؟ دمرت حياتي الا دمر حياتك. بس انت قالوا دماغك كان مفرمت، شلون رجع يشتغل؟ هو كان صاير عندي فقدان ذاكره، بس فد يوم واني دا اقلب بالصور العسكريه طلعت صورتك قدامي ورأسا رجعت لي الذاكره. خرب حظي والله، ولهذا ما احب اطق صور. المهم بعدها ظليت 4 سنين ادور عليك حتى قلت وللاسف ما لقيتك، وبعدها ايست وطلعت لاوروبا، وهسه انا ضابط بالجيش الاوكراني. انت مشكلتك وياه، احنا المفروض تطلق سراحنا هسه. انتوا هم اسرى حرب، لا تخافوا ما راح اذيكم بقده. ما تاذيهم بقدي؟ شنو لك بس لا راح تقعدني على البطل. هذا نسيت اقول لك، الك حق تحكي ويا عائلتك بالموبايل بس 5 دقائق وتودعهم الوداع الاخير، لا ما راح يشوفونك بعد. الو. خلف، الظاهر التهيت بنسوان اوروبا ونسيتنا. خايفه يا اوروبا انت، لا يدري والما يدري رجليه بالشمس. اقول لك من البارحه مخلصين مسواق وما عندنا فلوس، وقبل شويه رحت لسواق رزاق وما قبل ينطيني بالدين. لا عدز الجهال يقدون بالتقاطعات ليه ما ينزل الراتب. لا عيني اذبهم بدار الايتام وما اخليهم يقدون. صدق تذكرت، روح الهايبر ماركت التعاون وتسوق اللي تريدينه بدون ما تدفعين فلس هسه. وين صاير هذا التعاون؟ فتحوا فروع بكل مناطق بغداد وراح يفتحون بكل المحافظات، وبمنطقتنا هم فتحوا وكل شيء متوفر عندهم. كل شيء؟ مواد غذائية، منظفات، خضرة، لحوم، كلها موجودة بالتعاون. زين، والدفع شلون وانت بطاقتك فارغة؟ هو قلت ليش تتسوقين براحتك، وعود من ينزرات هم يستقطعون من بطاقتي براس الشهر. لا تخلى اروح اتسوق من عندهم، جهالك لو راسي يريدون عشاء في امان الله. دقيقة ما قلت لك يجوز راح اموت. الو. خلف، احنا عندنا تجارب عسكرية سرية وكنا محتاجين ناس نجرب بروسهم وما كنا نلقى، الى ان الله جابك انت وجماعتك. وهسه شنو هذا اللي لبستني اياه؟ حزام ناسف؟ لا، هذا درع صممناه بالجديد والمفروض يصد قاذفات الار بي جي. لا يا اختك صدق تحكي؟ جدي شو شغلك؟ عدة التجربة الثانية عصير الرؤية الليلية. وشنو هذا العصير؟ شنو مكوناته؟ ماكو شيء، بس ميكس مال يورانيوم وبلوتونيوم، اهم شيء هو ذاته ما بيسكر، هاك اشرب منه. قلت لي اسمه عصير الرؤية الليلية، يعني اذا شربت اقوم اشوف بالظلمة لو شلون؟ لا، انت راح تتشاف بالظلمة. شلون يعني؟
تشربه وبعدين راح تعرف. ثالث تجربة عندنا كماشة الألغام. شو هاي التجربة؟ احسها مثقلة على قلبي. مو على قلبك، مثقلة على رجلك. هذا البسطال اللي لابسه انت بيه مغناطيس. ايه؟ وهذا اللي قدامك حقل مال الغام، راح تعبره ركض من الصوب لذاك الصوب وبسطالك يلم الغام وبعد انت وحظك. هسه ما فهمت، فرضا نجحت هاي التجربة، إلنا راح تلبسون هاي البساطيل؟ الكتبة فدايي زلنيسكي. ايوه ذكرتني من كنت فداي. يلا طلق يلا. الحمد لله وصلت وما دست ولا لغم. هاي شنو حقنتني؟ هاي التجربة من شقين واثنيناتن راح نطبقهن عليك. طبقوا يا طبقوا، شكوا عليكم الله ربكم. الشق الاول حقنك فيروس الجمرة الخبيثة المطورة برو ماكس. والشق الثاني ارسال حامل الفيروس الى جبهة العدو. هاي نريد بعدين نطبقها على اسر الروس. وشلون راح تدزوا لهم المصاب؟ على الواتساب؟ اجي وياي وراح تعرف. هسه صدق نلاصق. هاي بعد ما نحقن الاسير بالجمرة الخبيثة نستخدم هذا المدفع حتى نذبه يم ربعه ويعديهم. وانت بهذا المدفع راح تذبني على روسيا لو شلون؟ لا هذا بس تجريبي، مخلين مدى الاطلاق مالته 20 متر بس حتى نشوفه يشتغل لو لا. والله النزول مالته شلون وانتو ما شادين لا مظله ولا شيء؟ يا معود الملاك راح تاخذك بحضنه وتنزلك على كيف. يلا تجهز اطلاق. اخ يا ابوي راسي وظهري وغير مكانات. يلا يا معود بالمال ولا بالعيال. وها شنو علاقه زعبوره؟ شو ما تعرف تسولف؟ شو صيحوا له ابو حمودي خليه يجي يطق لي رجلي الموسوخه. ابو حمود يدك تليفونه وراح يخابر يمكن. اخ يوم حاضي. ايه محمود الجهال شلونهم؟ والله بخير، بشر وصلت لاوروبا لو بعد؟ لا والله بعد ما ظل شيء ونوصل ان شاء الله. مو هو يا طولتوا بالطريق؟ هو هذا بعد صدق. ابويا شلونه؟ ها عمي شو هيك قلتيها؟ صاير شي على ابويا؟ لا هو بخير، بس اقول لك شي وما تعصب. قول يا معود احكي شكو ايش صاير؟ تتذكر القرض اللي سحبته انت على مود تبدل سيارتك؟ ايه عمي اخذه وما ادري ويا من اتفق وسوى وجبس باسمك وحطوا صورتك عليه. هاي شنو؟ وليش حط صورتي وما حط صورته؟ هو بالاول على اساس يسوي جبس بطعم الكاتشب ويحط صورته وعلم الشيوعية وراه، بس قايلي له انت صورتك نحطها على علبة علاج الضغط وعد بس نحط صورة ابنك اللي هو انت، وهو رجع زعلان خطية. لا حول ولا قوة الا بالله. ابو حمودي عين هذا بزيدان دا يطلق، خليه الحق له. مع السلامة. ابو زيدان انت بعد ما اجتازيت كل التجارب الفردية عدة هسه اخر وحدة وهاي تجربة جماعية وبعدها خلص تطلقون سراحنا. ولكم والله انت غشمة ما تشوفون حاطيكم بغرفة مقفلة وبيها فتحة تهوية واحدة، ما حد بيكم استنتج شنو نوع التجربة؟ تجربة حصلة الكلب. دخيلك روي راح يخنقونا بالغاز. هذه بالبداية قلت لكم ما راح اذيكم هواية، يعني موتة خاطفة وسريعة. بارك الله بيك. راح افتح عليكم غاز اخترعناه بالجديد اسمه غاز تومات البطين. نفتح عليكم ما تحسون 10 ثواني كل واحد يلقى اثنين واقفين فوق راسه يسألونه من ربك. ما فهمت، عيد السؤال. ساعة السود اللي بقيت بيها قنصلتك. يلا 1 2 3. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.